خبيري رنات دي كلها 5 مرات واربع رسايل، ايه فين؟ الو، ايه الاخبار؟ لا والله في البيت. لا والله التليفون كان في الشحن يا صاحبي. لا قول يا باشا. قول انت خلعتني ايه فين؟ تمام. امم زي الفل. امال ربنا يتممك على خير يا باشا. لو عاوزني اروح معاك اروح معاك. ده انا شي شرفني ما اروح معاك يا حبيبي. ما هي المشكله؟ بيقولوا ايه على بيت الناس؟ مين قال الكلام ده؟ ما تتبعش اي حد يا صاحبي. شفت بعينك انت الكلام اللي بيتقال ده؟ انا بمرض الله بشوفها بتروح المدرسه دي محترمه وبترجع محترمه، ما فيش اي حاجه. مين اللي قال الكلام ده؟ لا ما تتبعش. انا بقول لك ما تتبعش حد. لا اللي قالك ده خراب، خلي بالك. اللي قالك ده خراب يا صاحبي، ما تتبعش حد. هو راجل كويس وبنت الناس لو فيها حاجه برضه ما يقولش. ده بيدل ان هو راجل ناقص. راجل ناقص والله. لا روح. روح يا باشا اقعد مع ناسها وتقدم ليها، تعارف مع بعض، هم يسالوا عليك وانت تسال عليهم. تمام التمام، بس ما تتبعش على قول جاي يا صاحبي. الا ما تشوف بعينك. الناس اللي بتخرب كتير يا محمد. انا بقول لك الناس اللي بتخرب كتير ما تتبعش حد. اه. مهما يقولوا برضه ما تتبعش حد. انا بقول لك ما تتبعش اي حد يا صاحبي. وربنا يتمم لك على خير. ووقت ما تعوز حاجه رن عليا. بس ما تتبعش على قول جاي يا صاحبي، انا بقول لك نصيحه اخويه. الا ما تشوفها بعينك، بس انا اللي شفته ان هي محترمه يعني. ماشي يا صاحبي، واتمنى لك الخير ان شاء الله، وربنا يتمم لك على خير يا صاحبي. ماشي يا عم، سلام سلام. انا اول مره اشوف ناس بالشكل ده. ناس تزطل في ناس ولا شافوا بنت الناس في عليها حاجه. طيب ليه الخراب ده؟ ترضى لبنتك؟ انت ترضى لبنتك على قول قايل؟ ليه يا شيخ؟ يا راجل حرام عليكم. يا اخوانا سيبوا الناس في حالها. اقسمت بالله العظيم احنا مش عارف اقول لكم ايه بالظبط. ربنا يصلح حالنا وحالهم والله. والله ربنا يصلح حالنا وحالهم. وادعي لهم بالهدوه. والله وادعي لهم بالهدوه.